لا ده كده حلو قوي بقى، لا ده كده فل قوي، فل قوي قوي قوي. تعالى يلا، تعالى، وقعت تحت ايد من لا يرحم. يلا تعالى. كوت ديفوار بتطرقع بوركينا فاسو بالثلاثه عشان تصعد لدور الثمانيه وتقابل منتخب مصر. فاهمني؟ منتخب مصر. لا سالكه سالكه ان شاء الله. الرجاله ما تقلقوش، يوم السبت ان شاء الله ميعادنا الساعه 9. اللي وراه حاجه يروح يقضيها، ما يقعدش يتفرج على الماتش. وانت ولا اسمك اماد ديالو يلا، ولا تقول لي بقى انا نجم اليونايتد ولا بتاع. جهز نفسك كويس عشان عمك فتوح فاتح لك جيبه اليمين. يوم الماتش ان شاء الله تلمع الجزمه بتاعته يديه ويحطك في جيبه اليمين على طول. ولا تقول لي بقى يونايتد ولا نجم البطوله ولا الكلام ده كله، بياكلش معانا. وانت يا عم اللي مركب ضفاير صحصح لي كده، عشان ياسر ابراهيم هيروق عليك ان شاء الله يوم السبت. مستنيينك. انا من رايي ان احنا هنعمل ماتش اسطوري قدام كوت ديفوار وهنصعد عليهم كمان. وخليك فاكر كلامي، ونرجع للفيديو ده بعد الماتش. المواجهه ال 12 بين مصر وكوت ديفوار في كاس افريقيا، وده بيخليها المواجهه الاكثر تنافسيه في كاس الافريقيه عموما. ماتش هيبقى مرعب. كوت ديفوار عندها كاسحات الغام في كل الخطوط، مجهود بدني ما بيهدوش ما بيريحوش، ما شاء الله بياخدوا ال 90 دقيقه رايح جاي اكنهم بيعزقوا في الغيط. العيال نفسات ما بيتعبوش ما شاء الله. لكن احنا عندنا الروح والرجوله والقوه ودعاء المصريين ان شاء الله. فانا اقول لك حاجه واحده بس، نتقابل يوم السبت الساعه 11 نحتفل مع بعض في الصعود هنا.